ديكريتو فلوسي، وانه الاوسطا قاعده تخرج ولا ما هيش قاعده تخرج. شنو جديد في الحكايه؟ بصراحه مؤخرا لاحظت انه كثر الكلام، يعني صفحات تهز وتنفض، يعني تجيب منا تحط لنا كلام، يعني برشا مغالطات. لذا قلت ما فيها بيس كل مرة ونخرج نحكي على الموضوع متاع الديكريتو فلوسي وانه لاوستا لتنوير الرأي العام صراحة، باش نطمن المهاجر اللي يستنى في انه لاوستا، يعني يستنى باش يجي ويخدم في ايطاليا. الموضوع هذا موضوع ما عادش كما قبل بصراحة. قبل راهو 2024 2023 كان ما فماش كنترول كيما صاير حاليا. حاليا فما كنترول كبير ياسر، فما حاجة عمرها ما صارت في إيطاليا. دونك نحاول نفسر الحكاية. باهي، ديكريتو فلوسي 2025 هو للناس اللي سجلوها العروفات في نوفمبر 2024، وصبوا لهم يعني أرسلوا المطالب نهار 5 ونهار 7 ونهار 12 فيفري. أوكي، نهار 12 فيفري كان مخصص لعقود العمل الموسمية سي ستاج اللي هي الفلاحة والسياحة. نهار 5 كان مخصص لعقود العمل الغير موسمية، اللي هما المهن والصنائع، الموديل اسمه بيع 2020. ونهار 7 كان مخصص لعقود العمل الغير موسمية زادة، لكن موديل آبيس اللي هو العمل في المنازل، العمل في رعاية كبار السن، العمل في تربية الأطفال. أوكي، باهي. إلى حد اليوم الموديل آبيس والموديل بي 2020 ما خرج حد شيء. شنو قاعد يصير بالنسبة للموديلات هذم؟ انه البريفاتورة تنجم تتصل بصاحب الشغل فتقول له اكد لنا انك انت عملت المطلب. اوكي، يعني تبعث له على الموقع تقول له اكد انك عملت المطلب. لكن الموديل سي ستاج اللي هو متاع الفلاحة والسياحة قاعدة تخرج انه العوصة، لكن تخرج ببطء. اوكي، ولشكون قاعدة تخرج؟ خاصة قاعدة تخرج للفلاح اللي مع الجمعيات الفلاحية الكبيرة. أما الفلاح الصغار اللي هما صبوا بالسبيد متاعهم تخرج لكن ببطء شديد. أوكي، قلنا إنه الأوصلة اللي قاعدة تخرج توا هي موديل سي 16، لكن ببطء بصراحة. ما يعني تخرج في جميع الولايات لكن بشوية بشوية، مع العلم راهو مازال كنترول، يعني والسلطات الإيطالية تعمل في كنترول، راهو كنترول كبير ياسر صدقوني عمره ما صار. يعني ما يجي حاليا كان اللي باش يخدم، ما يجي كان اللي العرفة بتاعه امريكل. اوكي، لسائل يسأل ايش معناها فلاحة تبعين جمعيات وفلاحة بالسبيد؟ باهي، الفلاحة اللي مع الجمعيات هو يبدأ فلاح كبير، تبدأ جمعية فلاحية هي اللي ضامنة فيه. نعطيكم مثال جمعية كبيرة تاع فلاحة في إيطاليا اسمها كولديريتي. هذه الجمعية الكبيرة، كيف يبدأ فلاح كبير هي تضمن فيه، يعني أصلا هي تعمل له الكنترول وتضمن فيه لمدة 5 سنوات. أوكي، باهي. والفلاح اللي بالسبيد هو الفلاح الصغير، يبدأ ما عندوش برشا كتارات، ما عندوش برشا يعني راس ماله صغير. دونك نو القصة اللي قاعد تخرج خاصة هي مع الفلاحة اللي مع الجمعيات، خاصة حتى الفلاح الصغار لكن بشوية بشوية في جميع الولايات. لكن حاجة مهمة نحب نوضحها، انه ما عادش تركزوا ياسر على التوقيت. راهو التوقيت قبل كان مهم، حاليا العرف هو المهم. انه العرف يكون سليم، وثائقه سليمة، شركته سليمة. نعودها باش تركزوا معايا في الكلام. حاليا في ايطاليا التوقيت ما عادش مهم ياسر، اللي اهم من التوقيت انه العرف يكون مريقل، العرف يكون الوثائق متاعو صحيحة سليمة، ما عندوش الزايد والناقص، مخلص الضرائب متاعو، الكود متاعو مريقل، الدورك متاعو مريقل. فهمتوني ولا؟ يعني اذا كان هذم الكل عند العرف راهي تخرج انه الوسط حتى كي يبدا الوقت طالع. فهمتوني؟ هذه حاجة ركزوا فيها باش ما يغلطوكمش. كما قلت لكم موديل ابيس وبيع 2020 مازال ما خرج حتى شيء، ما يكذبوش عليكم. انا كل مره نحاول نعمل فيديو باش نوضح الحكايه، نبين للناس انه ابيس وبيع 2020 مازالوا ما خرجوش يا جماعه.
سي ستاج تخرج لكن ببطء، مع العلم انه راهو فما حصة اخرى باش تتزاد، يعني فما توزيع اخر الحصص باش يزيد. دونك اهم من التوقيت هو صاحب الشغل يكون مريقل واموره مريقله. ان شاء الله المعلومات تكون افادتكم، انشروها باش توصل للناس اللي الحالمه بالهجره، اللي تستنى في النولا وسطى باش تجي وتخدم في ايطاليا. حاجه اخرى مهمه قبل ما نختم، في صورة ما العرف يبعث لك النولا وسطى، اوكي؟ حتى كان يبعث لك النولا وسطى راهو مازال الكنترول. علاش؟ على خاطر هو كي باش يقدم على الفيزا في بلده الام، القنصليه الايطاليه باش ترسل للبريفكتوره، والبريفكتوره باش تزيد تطلب من العرف انه تاكد العمليه. اوكي؟ ان شاء الله المعلومات تكون افادتكم، والسلام.